باريس سان جيرمان هو نادي فرنسي مشهور وتأسس في 12 أغسطس سنة 1970 بعد دمج كل من نادي باريس ونادي استاد سان جيرمان علشان يبقى اسمه خليط من الاسمين وهو باريس سان جيرمان. وكان تأسيس النادي مبني على رغبة من الفرنسيين بإنشاء فريق فرنسي كبير يمثل العاصمة الفرنسية، وبعد 4 سنين بس دخل الدوري الممتاز. وعلى الرغم من انه نادي حديث ولكنه مقارنة بغيره من الأندية إلا إنه يعد من أكثر الأندية الفرنسية حصدا للألقاب عبر التاريخ بأكثر من 40 بطولة محلية وقارية. وملعب النادي الباريسي الخاص به اسمه حديقة الأمراء ويسع ل 45 ألف متفرج، وهو يقع في الجانب الغربي للعاصمة الفرنسية باريس، وافتتح في سنة 1972 وأصبح المقر الرئيسي للنادي الباريسي سنة 1976. وقدر يوصل النادي الباريسي لنهائي دوري الأبطال سنة 2020 ولكنه خسرها قدام البافاري العملاق بايرن ميونخ طبعا 1-0، واللي جاب الجون كان كومان في الدقيقة 59. ولكن نقطة التحول لنادي باريس سان جيرمان الكارثية على الأندية الفرنسية بالكامل وهي بعد ما شغل ناصر الخليفي رئاسة النادي الفرنسي سنة 2011. فبعد ما استحوذ جهاز قطر للاستثمارات على النادي الباريسي لغاية النهاردة قدر يتعاقد ناصر الخليفي مع لعيبة كبيرة وأساطير زي طبعا السلطان ابراهيموفيتش وإدينسون كافاني وديفيد بيكهام، واللي موجودين دلوقتي في البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي وأخيرا الأسطورة ليونيل ميسي، عشان يكونوا آخر 3 دول من ضمن أقوى الخطوط الهجومية في العالم إن لم يكونوا أقواهم على الصعيد العالمي بالكامل. وفي الحقيقة بعد ما مسك الراجل ده النادي واسم النادي بقى بيرفرف في السماء الفرنسية، وبدأنا نشوف النادي بياخد بطولات كتير معاه، ومنهم طبعا 8 دوري و7 كاس فرنسا و6 كاس الرابطة الفرنسية. ولكن لسه الحلم الأكبر الذي يراود ناصر الخليفي والجمهور الباريسي أو حتى الجمهور الفرنسي بالكامل بأنهم ياخدوا لقب دوري أبطال أوروبا. ولكنك انت ما استغربتش من حاجة خواجة؟ هتقول لي وايه هي يعني يا زياد؟ هقول لك انت ما خدتش بالك وانا بقول لك بان الجمهور الفرنسي بالكامل نفسهم فريق من عندهم يكسب دوري الابطال. هتقول لي وايه اللي فيها يعني؟ هقول لك لا ثانيه، هو كل الجماهير الفرنسيه بتشجع باريس سان جيرمان؟ فالاجابه ان في الحقيقه لا، ده يكفي جمهور اولمبيك مارسيليا اللي بيكره النادي الباريسي، وده بسبب انهم اكبر ناديين فرنسيين هناك، وبتوصل المنافسه ما بينهم لابعد من منافسه في كره القدم بس، بل بتكون منافسه ثقافيه وفكريه بين الشمال والجنوب متمثلين في اهم واكبر مدينتين واللي هم باريس في الشمال ومارسيليا في الجنوب. ولما بيقابلوا بعض بيبقى الكلاسيكو الفرنسي هناك وعدائيتهم لبعض غير عاديه. هتقول لي امال انت قلت الجمهور الفرنسي كله نفسه اي فريق من عندهم يكسب ليه؟ هقول لك ان ده بسبب ان فرنسا بقوتها دي واللي واخده اليورو مرتين واللي واخده كاس القارات برضه مرتين وكاس العالم برضه مرتين ما قدرتش وما طلعتش فريق واحد تقابل بيه ربنا كسب دوري الابطال غير نادي مارسيليا سنه 1993. وكمان كانت مشكوكه في امرها بسبب بعد ما البطوله خلصت اثبت ان كان في عمليه رشوه من جانب نادي مارسيليا، واثبت ان اللعيبه كانت كمان بتاخد منشطات، ولغايه ما طلع لاعب قديم في النادي سنه 2006 اعترف فيه انه كان بيتعاطى المنشطات فعلا. ولكن الى وقتنا هذا لم يتم بشكل رسمي سحب البطوله من النادي الفرنسي، ولذلك الشعب الفرنسي يعلق اماله على ناصر بانه ينتصر بتلك البطوله التي تكره فرنسا. ولكن على الصعيد المحلي فقدرت باريس انها تفوز باللقب الدوري الفرنسي 10 مرات، والدوري الفرنسي للدرجه الثانيه مره واحده، وكاس فرنسا 14 مره، وبطوله كاس الابطال الفرنسي 11 مره، وكاس الرابطه الفرنسيه 9 مرات. بينما فاز على الصعيد الدولي بكل من كاس الكؤوس الاوروبيه وكاس الانترتوتو مره واحده. هتقول لي يا صاحبي التوتو ده هو مين ده اللي التوتو؟ هقول لك الصاحب مش انت، تعالى بس اقول لك. كاس انترتوتو ده كان عباره عن بطوله صيفيه لانديه الكره في اوروبا، فما تاخدهاش على صدرك او كده، وما كانتش بتاهل للبطولات الكبرى زي دوري ابطال اوروبا او الدوري الاوروبي او غيره. ولكنها تاسست البطوله دي في موسم سنه 1961 1962 كبطوله وديه قبل ما يعترف بها من الاتحاد الاوروبي كبطوله سنه 1995. وفي سنه 2008 قام الاتحاد الاوروبي بدمج بطوله كاس انترتوتو مع بطوله الاتحاد الاوروبي علشان يبقى كاس الانترتوتو وكاس الكؤوس الاوروبيه وكاس الاتحاد الاوروبي في بطوله واحده بس، واللي هي اسمها الدوري الاوروبي. والهداف التاريخي للنادي الباريسي ده هو إدينسون كافاني ب 200 جون، وفي المركز الثاني السلطان ب 156 جون.
جون. وفي المركز السادس بقى لاعب عربي الجنسيه، وما اعرفش في ناس كتير هتفتكره ولا لا، ولكن هو كمان بالاخص جزائري ولعب للنادي الباريسي 10 سنين، ويبقى فعلا بطل اللي هيعرفه، واللي هو الجزائري مصطفى دحلب، واللي يعتبر سادس اكتر لاعب تسجيلا للنادي الباريسي ب 98 جون، والثامن اكتر لاعب لعب للنادي الباريسي ب 310 ماتش، واخد كاس فرنسا مرتين سنه 82 و83، ولعب مع منتخب الوطني الجزائر في كاس العالم سنه 82 باسبانيا، واخد الوسام الشرفي كمان من الدوله الفرنسيه، واللي بيعتبر اعلى وسام في الدوله الفرنسيه علشان يبقى جزء من صنع مجد الفريق الفرنسي. فهل يقدر النادي الباريسي بحصد لقب دوري الابطال، خصوصا بوجود ليونيل ميسي والفتى الذهبي الصاعد امبابي مع الماده الخام للمهاره نيمار بقياده احسن رئيس نادي في التاريخ الباريسي اللي هو ناصر الخليفي بتحقيق البطوله الاغلى بعد كاس العالم؟ فقول لي اجابتك في الموضوع ده، واعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب لو حابب، وكات.